السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما فر إلى غار ثور مع رفيق دربه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، حينئذ أراد المشركون قتلهم والتخلص منهم. سيدنا أبا بكر خاف أشد الخوف على رفيق دربه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلوات وأزكى التساليم. أما سيدنا محمد قال له: لا تحزن، إن الله معنا. يا لهذا الموقف الجميل، يا لهذا الموقف الرائع. الصديق يخاف على صديقه، فأين نجد مثل هذه المواقف، خصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه غدر الأصحاب وغدر الأصدقاء وخيانتهم؟ أين نجد مثل هذه المواقف؟ لا قيمة لكثرة أصحابك إن لم يكن لهم موقف أو مواقف في شدتك أو في فرحك. فاختر من الأصحاب من يكون معك حين تمر عاصفة حزنك أو حين تمر بك عاصفة الأحزان. فاختر من الأصحاب من تتمسك به أو من يمسك بك حين تريد السقوط. فاختر من الأصحاب من يمسح دمعتك حين تحزن وتبكي. السلام عليكم.